كلنا نتائج من أفكار وصلناها من أبونا، أهلنا، عائلتنا. ساعات إحنا مش مدركين قد إيه إحنا فعلا عندنا أفكار وحاجات هي ممكن تكون أصلا غلط، أو ممكن تكون أصلا بتأذيني وأنا غير مدرك أصلا هي ليه بتأذيني. أنا محمود، والنهاردة معانا كتاب من الكتب اللي فعلا هتغير فكرتك عن الحياة. معانا كتاب نظرية الفسق لفهد عامر. وهنا إحنا مش بس هنلخص الكتاب، إحنا هنطلع الأفكار العميقة اللي في الكتاب نفسه. لو حابب تعرف أكتر عن كل كتاب اشترك في القناة، ويلا بينا. تخيل نفسك صاحي من النوم من غير خطة عاملها قبل ما تنام، عن المفروض تعمله أول ما تصحى، أو حتى تنبيه عن بعض الأمور اللي هتصحى أول حاجة هتعملها. هتنام تاني، أو هتمسك التليفون. وهي دي المشكلة، أنت حرفيا ما عملتش خطة عمل، فبالتالي هتحس إنك تايه أو مش وراك حاجة، بس حرفيا أنت وراك حاجات كتير. أما مثلا أنا قبل ما أنام، أنا هقوم أصحى، هقوم أستحمى، أصلي، ألعب رياضة، أذاكر. أنا كده أنا عامل خطة واضحة. أنا حتى لو صحيت أنا مش لسه هفكر المفروض أعمل إيه، أنا هاصحى هاشتغل على طول. وده الفرق بين شخص واعي وشخص غير مدرك هو المفروض يعمل إيه. وده فرق بين خطة أو تعيش تايه. وده اللي بيخلي أغلب الناس تحسهم عندهم تبلد وتخلف. ممكن كان شخص ذكي أو متفوق بس دلوقتي مفيش، ويفضل عنده لو أمل إنه ممكن يعدي الدور التالت من غير ما يطلع أول دور، ولما يكتشف إنه لازم يخطي أول خطة ولسه في أول دور، يستسلم ويرجع لنقطة الصفر. وده علشان هو عمال يحط آمال كبيرة على قدرات وأفعال هي مش جاهزة أو مش واضحة دلوقتي لأعماله أو أفعاله أو قدراته بالحد المطلق، وبالتالي بيفشل أو بيستسلم. وده عكس شخص حاطط هدف واضح، عارف درجاته، عارف ازاي يوصل له، عارف طريقه. هو مش لسه هيعرف انه في الدور الاول، هو اصلا مدرك ده وعارف هو دلوقتي بيعمل ايه. ايه اللي يخليه في الدور التاني مش الاخير على طول. اول نقطة، امال اقل، اهداف اوضح، طريق مش سهل بس طريق معروف همشي ازاي عليه، مش لسه هسأل هو فين يودي لفين. وكمان قال فهد عامر: إن لم تعرف أين تذهب فجميع الطرق تنتهي للا شيء. سر النجاح يمكن في وضوح الهدف والمرونة في التنفيذ. وده ياخدنا لأهم درس في الكتاب: اعرف نفسك الأول. مشكلة الإنسان حرفيا إنه جاهل بنفسه، بالتالي بينسى أصلا هو بيحب إيه أو يعرف يعمل إيه. هو حرفيا معظم البشر جاهلين بنفسهم، وده بيخلي كل الناس تشك أو تفضل عندها عقدة نقص من ناس تانية. ليه هو أذكى مني؟ ليه هو فاهم عني؟ المشكلة إنك لازم تعرف نفسك الأول. هل سألت نفسك وأنت صغير إيه كانت أحلامك، أهدافك؟ كان نفسك تطلع إيه وأنت صغير؟ هات دلوقتي ورقة وقلم واكتب كانت إيه هدفك، وراجع واسأل نفسك دلوقتي أنا حرفيا إيه الحاجة اللي أنا وأنا بعملها بكون سعيد أو حتى مش بكون عايز منها مقابل؟ إيه الحاجة اللي ممكن أشتغلها وأنا مش مخنوق؟ واسأل نفسك سؤال مهم جدا: لو أنت قدامك 6 شهور دلوقتي وتموت، ايه الشيء اللي المفروض تعمله عشان توفر لعيلتك حياة كريمة؟ وايه الحاجات اللي المفروض تسيبها عشان تعرف تلاقي وقت للحاجة دي؟ هتلاقي نفسك كنسلت حاجات كتير من حياتك انت كنت بتحسبها مهمة بس هي فعلا ولا حاجة. هتعرف ساعتها فعلا هو انت فين دلوقتي. لازم تدور على انت ايه موهبتك فعلا. وده بداية معرفة الذات، وده هو الجزء الاول، وان شاء الله الجزء التاني هنناقش الباقي.